اذا ما كليتوهاش حاره ومجمره بهذه الطريقه ما كان لا تقولوا درتوها تختوخه مجمره على طريقه ناس الشرق تجي بنينه، وعلاش لا ما تكونش هي الفطور تاع غدوه ان شاء الله الجمعه. السلام عليكم. اللي جامي داروها راكم تراطيو وصفه سهله مهله وبنيتها كي العاده لا تاع الدنيا. الحاجه الاولى نديروها في طنجره درت فيها شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، درت زوج ريسان تاع الحار تاعي ماشي بزاف حار، ودرت معاه الدجاج مراس نتاع اللحم. ديروا واش حبيتوا، الدجاج وحده ولا اللحم وحده، نقلوهم مليح فوق النار. بعدها جي درت حبه تاع بصل تكون كبيره اللي كنت رحيتها درتها مع هذاك الدجاج واللحم، درت عليهم الملح ونخليهم يتقلاو مليح فوق النار. درت زوج حبات تاع الطوماطيش اللي كنت رحيتهم يكونوا متوسطين، زوج سنات تاع الثوم، ودرت معاهم غرف كبيره تاع الطوماطيش تاع الباطا. بالنسبه للتوابل درت شويه تاع راس الحانوت، الفلفل الاحمر، الفلفل الكحل، وكنا درنا ملح في الاول، خليتهم يتقلاو مليح مليح باش نجو نمرقوا بالماء سخون. نمرقوا كميه تكون مليحه باسكو راح نسحقوا كميه تكون مليحه تاع المرقه. هنا راح ناخذ التشختوخه تاع عمور ذات الجوده العاليه اللي مخدومه بقمح 100% جزائري وما راحش كامل تلصق معنا. درت دو باكي تاع 500 غرام، درت معاهم كميه تكون مليحه تاع الزيت، ونجي ندخل مليحه ديك الزيت في هذيك التشختوخه. درت معها هذاك الراس تاع الحار ونجي نحطها تفور التفويره الاولى، خلوها طول شويه في التفويره الاولى، نجو نحطوها في الكسكاس ونجي ندير عليها زوج غرارف في الاول درت تاع لاصوص، درت معاهم مرسو تاع الزبده، وزدت الغراف الثالث من هذه لاصوص اللي نطيبوا فيها. نحيت الدجاج من المرقه بعد ما طاب، خليت هذيك التشختوخه تشرب مليح هذيك لاصوص اللي كنا شربناها. درتها تفور هنايا التفويره الثانيه. بعد ما فارت نجي نجمرها في مقله ولا تكون طنجره كبيره بهذه الطريقه، درت فيها مرسو تاع الزبده ونحط هذيك التشختوخه ونبدا نضيف لاصوص غير بالعقل على نار تكون قليله. كل ما تشرب لاصوص نزيد لها كميه واحده اخرى راح تاخذ لكم كميه تكون مليحه تاع لاصوص. على بها قلت لكم مرقوا مليح، جمروها على نار تكون قليله، خلوها تاخذ وقتها في التجمار باش تجوا تقدموها. واللي عنده حميصه ماشي طيبه يطيبها في الاول في لاصوص. انا كانت عندي الحميصه طيبه، هنا قدمتها باللحم بهذاك الدجاج اللي كنت حمرته مع البيض والحميصه اللي كنت طيبتها شويه في المرقه. وبصحتكم.